السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم في القناة الجديدة نتاع رانا هنا. إن شاء الله هذا راح يكون فيديو بداية وانطلاقة لفيديوهات قادمة إن شاء الله في المستقبل نتحدثوا فيه على تاريخ تاع الجزائر، على خاطر راني شفت ولاحظت كاين كثير من الجزائريين ما يعرفوش التاريخ نتاعهم ويسمحوا للناس الاخرين باش يهينوهم. ان شاء الله راح تكون مجموعه تاع فيديوهات نتحدثوا فيها شويه على التاريخ تاع الجزائر، نعرفوا فيها شويه حوايج هكذا باش نسكتوا بها الناس اللي تهدر بدون دليل. وان شاء الله راح نقدموا مجموعه تاع فيديوهات بالدلائل القاطعه من الكتب من الخرائط من كل شيء. وان شاء الله في الفيديو هذا راح يكون فيديو خفيف ما نطولوش فيه، راح نحكيو فيه على الحدود تاع بين الجزائر والمروك. هذه الحدود التي كانت يعني عبر التاريخ دائما متغيرة وعندها اصل. حدود بدات عندها اصل وما سما كان نرجعوا درك احنا نقعدوا نرجعوا في التاريخ نلقى واحد مثال في الدنيا هذه ما عنده حتى هذاك. كاين هما دروك الناس هذول يتخذوا في الحدود هذه الذريعه باش يتعداو علينا ولا باش يتهمونا ولا باش ضل يسبوا فينا على جال الحدود هذه ويقول لك حنا نطالبوا عطيونا. ان شاء الله في الحدود في الفيديو هذا راح نشوفوا الحدود تاع الجزائر من كانت تبدا من بكري في التاريخ، من كانت تبدا الحدود تاع الجزائر هذه ونشوفها وين وصلت حتى اليومنا هذا. راح نشوفوا في الكتاب الاول هذا اسمه فتح العرب للمغرب، يعني نهار كي جاو العرب للمغرب، المغرب الكبير. وش هما الحدود؟ قال لك وينقسم المغرب الى قسمين: المغرب الاوسط يمتد من بجايه حتى واد ملويه، والمغرب الاقصى وهو ما يلي ذلك حتى المحيط. هنا قال لك المغرب يعني المغرب الكبير هذا ينقسم لقسمين: المغرب الاوسط وهو الجزائر، والمغرب الأقصى وهو المروك. والمغرب الأوسط يمتد حتى واد ملوية، سما الجزائر كانت الحدود نتاعها توصل حتى الواد ملوية. هنا الكتاب الثاني هو تاع الدولة الرستمية. هنا واش راح يقول؟ قال لك كما ميز الجغرافيون العرب الأقاليم البعيدة من بلاد المغرب فأطلقوا عليها اسم المغرب أو المغرب الأقصى، وفي نفس الوقت ظهر مصطلح المغرب الأوسط، وذلك نحو ما جاء عند البكري، وأصبح مجرى واد ملوية يمثل خط التقسيم الذي يفصل بين المغربين الأوسط والأقصى. يعني هنا ويقول لك في نفس الشيء، قال لك واد ملوية هو اللي كان يفصل، هو كان الحدود بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، هو اللي كان فاصل بيناتهم. كيما هنا يوضح لكم في حاجه، يعني الناس اللي تعرفني شافت الفيديوهات تاعي من قبل، حكينا على المروك وعلى مراكش وعن تسميه المغرب وعلى الحدود وعلى كل ما الى ذلك يعني بالتقريب. هنا قال لك وكما ميز الجغرافيون العرب الاقاليم البعيده من بلاد المغرب فاطلقوا عليها اسم المغرب، يعني الاقاليم الجغرافيه البعيده كل اسمها المغرب او المغرب الاقصى. وفي نفس الوقت ظهر مصطلح المغرب الأوسط، يعني كاين ناس اخرين يقول لك بلي هذا المغرب الكبير اسمه المغرب الكبير نسبة إلى المروك عاد اسمها هي المغرب، يعني هما الأصل والباقي كل جاي يتبع فيها. هنا راه يقول لك في نفس الوقت اللي ظهر فيه مصطلح المغرب الأقصى في نفس الوقت ظهر المصطلح تاع المغرب الأوسط. هذه هنا يعني خريطة بنشوفوا واد ملوية هذا وين كان. ها وراه واد ملوية يبدأ من هنا واد ملوية، هذا هو واد ملوية كما نشوف فيه الرسمة تاعو ينتهي حتى لهنا، يعني هذه كل هنايا كانت تابعة للجزائر في هذاك الوقت. يعني حتى حنا دركا كان نحبوا نستعملوا هذيك تاع هذاك الوقت، هاي كانت نتاعي هاي في وقت مرابطين هذاك. انا نجيو فيديوهات اخرين نحكيو على المرابطين والموحدون والمارينيون، هذو فين يوقع فيهم نقاش كبير. المهم حنا كان نجيو نخمو كيما الناس اللي تخمم على الحدود ويهضروا على الحدود، حتى حنا دركا نطالبوا بالحدود كيما انتم راكم تطالبوا بالحدود، نقول لكم رجعونا هذو نتاعنا وكل وجده هذه ان شاء الله راح نجيو في فيديوهات اخرين قادمين ان شاء الله ونتحدثوا على وجده ومن اسس وجده ولمن راه يتابع. المهم هذا هو نهر ملوية لهنايا، هو ذا هو اللي يتحدثوا عليه. نجيو على الابن خلدون، العبر كتاب العبر لابن خلدون باش يشوفوا هذو الناس وش كاين. فاما المغرب الاقصى منه وهو ما بين واد ملوية من جهة الشرق إلى أسفل حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب. هنا وراه ابن خلدون يقول لك فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين واد ملوية من جهة الشرق إلى أسفل، يعني هنا راه يقول لك المغرب الأقصى كان من واد ملوية حتى الأسفل يعني حتى المحيط. هذا واش كان يحدد المغرب الأقصى. ويقول لك وأما النهر، هنا يتحدث على نهر ملوية من ينبع وين ينتهي. وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظيم، يعني هنا يقول لك آخر المغرب الأقصى هو واد ملوية، يعني أوله واد ملوية وآخره واد ملوية كما شفنا هنا، وهذا هو واد ملوية بالأزرق وراه. ابن خلدون راه يقول لك باللي المغرب الأقصى كان ينتهي أو يبدأ عند واد ملوية.
نجيو هنا نشوفوا تاع وصف افريقيا. وصف افريقيا هذا دارنا حاجه مليحه، انه ارفق الكتاب نتاعو هذا بخريطتين، خريطه مملكه فاس وخريطه مملكه مراكش. قال لك تبدا مملكه فاس من نهر الربيع غربا وتنتهي شرقا على نهر ملويه. وتنتهي شرقا على نهر ملويه، هذه مملكه فاس. كان نجيو نرجعوا لهنايا، هاي وراهي مملكه فاس. تبدا من الربيع هنايا حتى الواد ملويه. ها وراه واد ملويه هنا، هذا واد ملويه مكتوب هنا، ها وراه واد ملويه، وهذا واد الربيع، يعني تنتهي هنا. يعني وكان نجو نشوفوها على خريطه، نشوفوها على الخريطه هذه مثلا هنايا كما نشوف في الخريطه هذه. هاي وراهي مليليه كما نشوف في الخريطه نتاع مليليه. هاي مليليه هنايا، من بعدها بشويه برك تبدا كما رانا نشوف في الخريطه هذه. هنا مليليه يعني على حسب خريطه تاع وصف افريقيا، من هنا يكون نهر ملويه في الجوي هذه. يعني هذه هنايا كل وجده وكل ما كل هذه الحدود تابعه الجزائر. هذه هي الحدود تاع الجزائر الحاليه. هاي وراهي. يعني حنا وكان نحبوا نخمو بالمنطق تاع المملكه، نقولوا لهم اعطيونا، حتى حنا هذو راهم تابعين لنا على حسب الكتب التاريخيه وما الى ذلك. المهم نرجعوا لهنا لوصف افريقيا. في وصف افريقيا ايضا تحدثوا على مراكش، مملكه مراكش اين تبدا واين تنتهي، ورفقنا ثاني في الكتاب تاعو بخريطه تاع مملكه مراكش. هاي راهي مملكه مراكش تنتهي عند واد ربيع مراكش. هذه الحاجه المليحه تاع وصف افريقيا، انه كاين خريطتين يوضحان مملكه فاس ومملكه مراكش، يعني المروك الحالي وين كان يبدا واين كان ينتهي. زيد نجيو لهنايا في كتاب تاع حرب 300 سنة، يتحدث على الحرب بين الجزائر وإسبانيا. هنايا في هذا الكتاب راه يتحدث على الداي تاع الجزائر في هذاك الوقت. ارسل علماء باش يروحوا يتناقشوا مع السلطان السعدي تاع اللي كان حاكم مراكش في هذاك الوقت، لانه تعدى على الجزائر. المهم باش ما نطولوش الفيديو، نرجعوا خطره اخرى ونحكيو على سبب البعثه هذه تاع العلماء اللي راحت للسعدي، الملك السعدي هذا. المهم ما بين الشروط، مش الشروط، ما بين الحوايج اللي جاو يتباحثوها هذو مع الملك تاع مراكش هذاك الوقت، هي تحديد الحدود بين مملكة الجزائر والمغرب الأقصى. وطال النقاش حول هذه النقط، وطالت المداولة، ولم يقبل سلطان مراكش السعدي الاعتراف بخلافة آل عثمان، كما لم يقبل تدخلهم في أمر بني وطاس. إنما أسفرت سفارة العلماء عن أمر إيجابي، وهو رسم حدود فاصلة بين دولتي المغرب والجزائر من ساحل البحر إلى بداية الصحراء، مما لا يزال قائما إلى يوم الناس هذا. وكان ذلك سنة 961 المقابل ل 1553 ميلادي. يعني في سنة 1553 ميلادي كثرت الاعتداءات نتاع المروك على الجزائر. هذاك راحوا ليهم وقالوا لهم هنا نتفاهموا ونرسموا الحدود نتاعنا، هنا نحبسوا كل واحد يعرف حد وراه. بصح تنتهي الحدود اللي كانوا متفاهمين عليها اللي كانت مرسومة، تبدا وتنتهي عند الصحراء. كانت تنتهي عند الصحراء، يعني من جهه الصحراء اللي ما كانتش محدده. نشوف ان شاء الله في بعد كي جات التعليله مغنيه حدوا الحدود. في التعليله مغنيه حدوا الحدود لهنايا، الحدود اللي كانت محدده في الرسم البياني. هنا يقول لك حدود عينت بدقه، هذه اللي هنا راهي بالك حل. حدود لم تعين مع ذكر القبائل تبع البلدين، هذه هنا لم تعين في التعليله مغنيه. هذه هنا بالاخضر حدود لم تعين مع عدم ذكر القبائل، هنا خلاوها هكذا حره. في تعليله مغنيه نسيتها باش نجيب لها كما تقراوها. كي راحت الفرنسيين باش يتفاهموا مع المملكه في ذاك الوقت باش يعينوا الحدود، قالوا لهم الحدود تبقى كما خليتوها مع الترك. يعني كي قال لهم كما خليتوها مع الترك، يتحدثوا على هذا الاتفاقيه اللي هنا تاع سنه 1553 اللي دار بين داي الجزائر والملك تاع مراكش هذاك الوقت. المهم هذه كانت نبذه بسيطه من بعض الكتب، واللي ما استقنعش واللي ما عجبوش الحال نقدروا نجيبوا كتب اخرى ان شاء الله مع خرائط، مع كل شيء كاين بالدليل موثق، ما كاين حتى مشكل. واحد ما يضيع له حقه ان شاء الله، راه كلش موثق، كلش كاين في التاريخ. المهم هذه باش نعرفوا الحدود نتاعنا الرسميه ولا الحقيقيه وين كانت توصل. وحنا رانا ماناش هادرين عليها، حنا رانا مقتنعين بالحدود اللي عندنا دروكا. ما نقول لكم رجعونا، ما نقول لكم عطيونا، لا خاطرش دروكا تروح تاع الوجده تقولوا انت جزائري راح يقول لك لا انا مروكي. كي تروح تسترجع الارض نتاعو هذه واش راح تربح. وراح نجيو نهار اخر ان شاء الله زيد نحكيو على المشكل مع فكيك وش صرات هنايا في 63 وما الى ذلك. وهذه فقيق راهي صار فيها مشاكل كبيره. عن بالك هذه هنا الجزائر راهي قطعتها لهم هكذا، خلت لهم هنا برك خرجه من يخرجوا. هذه هي الحدود درك راهي هكذا
هذه كل راهي داخله في الطرف تاع الجزائري. هنا الجيش تاع المروك حرام عليه يدخل من وراء الحدود هذه. هنايا عنده الشعب برك يدخل هنا من عنق الزجاجه كما يقولون. نشوف فيديو اخر ان شاء الله نحكي ونشوفوا هما بعد واش يحكيوا على هذا المكان هذا. وفقط واستغفر الله لي ولكم، وفي فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.